عسلامة الناس كله، مرحبا بكم في حلقتنا جديدة. اليوم كالعادة اش نحكيو عن نيو تاع توانسة في 100% سبورت تونيزي. قبل كل شيء متنساوش انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد اول باول. اليوم باش نحكيو على ملاعبيتنا الدوليين ثلاثة توانسة اللي هما الياس سخيري ومنتصر الطالبي وحمزة رفيع في البطولات نتاعهم الأوروبية. نبداو بالياس سخيري اللي انتهت مقابلته بالتعادل الإيجابي 1-1. لعب مباراة كاملة مع تنقيط 6/5 أداء متوسط، تحسن قليل في ردهات المقابلة خاصة في الشوط الثاني، مع نسبة تمريرات صحيحة 60% ونسبة افتكاك الكرة 56%. بون كوراج الياس، وديما عندنا ثقة فيك حتى كتطيح في النيفو شوية، احنا ديما معك. ما نساوش اللي زاد لعب 3 مباريات كاملة في أسبوع واحد. نتعداو لعبنا منتصر الطالبي اللي أدى أداء ممتاز للغاية. فريقه فاز بالنتيجة عريضة 4-1 مع تقييم 7/10 مع نسبة تمريرات صحيحة 73%، وربح أغلبية ليدويل. برافو منتصر، واصل يا غول. ونختم بلاعبنا الثالث اللي هو حمزة رفيعة اللي أدى أداء جيد جدا في المقابلة، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام نادي فيورنتينا بعد ما كان فريقه متأخر 2-0. تحصل لاعبنا على تنقية 7.5/10 وكان ثاني أحسن لاعب في فريقه مع تسجيله لهدف غاية في الروعة. يعطيكم الصحة على المشاهدة وتحية تونس.